شوف رجل قلبه معلق بالمساجد. عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام نزل به الموت فسمع الأذان يؤذن لصلاة المغرب، قال احملوني. قالوا سبحان الله وأنت على هذا الحال؟ قال نعم، أسمع منادي الله يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ولا أجيب، احملوني إلى المسجد. قال فحملوه فركع ركعة مع الإمام في صلاة المغرب ثم مات في سجوده. محمد بن خفيف رحمه الله من علماء الحنابلة قالوا كان قد نزل به الفالج. الفالج يعني مثل الجلطة، يعني شلل نصفي. يقولون فكان إذا أذن عليه للصلاة إذا سمع الأذان قال احملوني إلى المسجد. قالوا سبحان الله إن الله قد عذرك. قال أعلم أن الله قد عذرني، أعلم، لكني لا أطيق، ما أصبر. ثم قال إذا سمعتم حي على الصلاة حي على الفلاح ولم تروني في الصف فاطلبوني في المقبرة. يعني إذا ما وجدتموني في المسجد اعرفوا أني مت، أنا في المقبرة، فاطلبوني في المقبرة. زارني مرة أحد الشباب، تكلمنا عن صلاة الجماعة ثم تكلمت عن صلاة الفجر. سبحان الله أنا كنت يعني أعرض بنصيحته، وشاب غير مستقيم تماما، عنده يعني بعض المخالفات الشرعية، فكنت أنا أتناقش معه بنية يعني من باب إياك يعني واسمع يا جار، من باب النصح من بعيد، يعني أتكلم عن أهمية الفجر وكذا. فالتفت إلي وقال تصدق عاد يا شيخ؟ قلت نعم. قال والله العظيم إني من 3 سنوات لم أنم عن صلاة الفجر في المسجد يوما واحدا. قلت سبحان الله يا أخي، هذا كنا نقرأ عن السلف، فلان كان 40 سنة، فلان كان 20 سنة. قلت 3 سنوات ولا مرة نمت عن الصلاة الفجر؟ قال والله ولا مرة نمت عن صلاة الفجر. شوف يا أخي، اللي يعظم الصلاة حق التعظيم فعلا يعطيها قدرها. رجل قلبه معلق، تجد أنه إذا كان يقود السيارة وأذن للصلاة بدأ قلبه يأكله. يا أخي شوف لك مخرج، يا أخي وقف عند مسجد، يا أخي ما في مسجد قريب، افتح النوافذ نسمع وين يمكن في إقامة. قلبه معلق، لا تفوتنا الصلاة لا تفوتنا الصلاة. وناس يكون مع الأسف يعني على الطريق السريع ويأذن ويقول ما يمديني وزحمة، خلاص أصلي في البيت. الصلاة ما تسوى شيء عنده. أما اللي قلبه معلق في المسجد والله العظيم منذ أن يؤذن عليه وقلبه يأكله ما يصبر. يمكن لو معه هاتف مرتاح، لو معه ناس خلص السواليف معهم قال يا جماعة خلوا السواليف بعدين أنا ماني معكم، بالله يشوف لي مسجد يا أخي، هنا ما في منارة، ادخل الحارة هذه نبحث. قلبه معلق ينتفض حتى يدخل إلى المسجد. لكن مع الأسف بعض الناس اللي ما همه ذلك، هذا ينبغي أن ينظر في قلبه. أنت قلبك ما هو معلق بالمسجد. إذا قلبك معلق بالمسجد العلامة في ذلك أنه منذ أن يؤذن وأنت قلبك ينتفض. وقف الإمام مالك مرة مع ابن وهب أحد تلاميذه يتحدثان في الشارع يعني، فأذن للصلاة فانصرف ابن وهب يمشي، فنظر الإمام مالك فإذا هو متوجه إلى بيته. قال المسجد منها هنا، أنت وين رايح؟ المسجد منها هنا. فقال أتوضأ للصلاة. فقال الإمام مالك سبحان الله، رجل يطلب العلم يدخل عليه وقت الصلاة وهو على غير وضوء. الله المستعان. يقول رجل يطلب العلم يدخل عليه وقت الصلاة وهو ما هو متوضي. المفروض أنك متوضي من قبل يأذن. رجل يطلب العلم، يعني ما انتقد عليه فاتتك الصلاة، لا، ليش تتوضى بعد الأذان؟ المفروض أنك من قبل الأذان وأنت حريص على ذلك. كانوا يؤدبون أولادهم على صلاة الجماعة. عبد العزيز بن مروان غاب ولده مرة عن الصلاة، وكان ولده في مدينة أخرى عند مؤدب. فالمؤدب هذا أرسل إلى أبيه قال ترى ولدك غاب عن صلاة الجماعة. فأرسل الأب إليه يا ولدي ما غيبك عن صلاة الجماعة؟ فرد الولد إليه قال يا أبتي كانت مرجلتي تسكن شعري، الجارية الماشطة حقتي كانت تمشط شعري وفاتتني الصلاة. فبعث إليه حلاقا بصحيفة معه قال لا تسلمه إياها حتى تحلق شعره. وصل إليه والصحيفة معه حتى حلق شعر الصفر، وبعدين أعطاه الصحيفة بما فيها من التوجيه. هشام ابن عبد الملك صلى مرة الجمعة ثم التفت ففقد أحد أولاده، فبعث إليه قال وينك؟ غبت عن صلاة الجمعة.
قال يا أبتي عجزت بغلتي عن حملي، الولد ثقيل وبغلته مريضة ذلك اليوم فركبها وعجزت عن حمله، قال بلاش صلاة جمعة. فقال سبحان الله وإذا عجزت بغلتك عن حملك تغيب عن الصلاة أقسمت عليك ألا تركب دابة سنة كاملة. شوف التشديد عليك، سنة كاملة ولا تركب دابة، خلك مرة ثانية تتأدب كيف تغيب عن الصلاة. أقسمت عليك ألا تركب دابة سنة كاملة. شوف يا جماعة، يعني إذا كان هؤلاء ينشأون على مثل ذلك من صغرهم اعلم أنه سيزداد حرصا إذا كبر. إذا كان منذ صغره معلق قلبه بالمسجد اعلم أنه سيكبر ولا يزال قلبه معلقا بالمسجد.